ونروح بعد كده لأحد أبرز الكرتونات الرايقة التربوية في المركز الثالث، الفيل بني أو فيلون، المسلسل الألماني اللي عرض في 2002 على 30 حلقة تقريبا، وفي موسم قبله في 1998 لما بني كان صغير، بس احنا كلامنا على اللي عرض في 2002. والمسلسل تحس انه موجه للأطفال بحيث انه تعليمي تربوي، مش تعليمي قوي لكن تحس انه للأطفال أكتر، بيعلم قيم حلوة وحاجات جميلة حسب اللي شفته منه. وأحداث المسلسل في مدينة رايقة كده، الفيل بني معروف فيها كمواطن صالح بيساعد الناس وبيعمل الخير، وهيعمل مغامرات مختلفة مع أصحابه ويقبض على الأشرار ويمنع مخططاتهم، والكلام اللي قلته في المراكز اللي فاتت. مش عارف ليه بعيد نفس الكلام كل مرة. المهم مغامرات صاحبنا منوعة جدا، بحيث انه هيروح لأمريكا مثلا ويبقى كاوبوي، ولا لما يروح للقارة المتجمدة تقريبا مش متأكد، اهو مكان كله جليد وخلاص، ولا لما يسافر عبر الزمن في حلقة من الحلقات، ولا الحلقات العادية اللي لما يقبض فيها على الأشرار ويساعد الناس في حل مشاكلهم. ومش عارف الصراحة الكرتون ده عرض على سبيستون ولا عرض على أرتينز بس. شكله كده مناسب لسبيستون، ولا انتوا ايه رأيكم؟